السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى أخوات وأحلى متابعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يلا يا حبايب قلبي نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هتعمل لنا ايه النهاردة يا ماما فوفا؟ بصراحة أنا معايا الكفر بتاع التليفون ده، فأنا قلت بقى ايه، عايزة أجدده كده. تمام يا حبايبي، فهتعمل لنا ايه؟ أنا معايا الاسترس ده اللي هو الذهبي، ومعايا الفضي، بس انا ايه برجح الذهبي لان هو فيه ذهبي اصلا، فعلشان ايه نخليه شكله كده شيك وجميل. اهو يا حبايبي معايا مسدس الشمع بتاعي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بحب ارحب بكل اخ واخت نوروني في قناتي واشتركوا عندي. بصراحة ربنا يخليكوا ليا يا حبايب قلبي، وشكرا على التعليقات الجميلة اللي انتم معلقينها. يلا يا حبايب قلبي، الايام ديت عايزين ندعي كتير كتير، ربنا يبلغنا ليلة القدر يا حبايب قلبي كلنا ان شاء الله. آه، ربنا يشفي كل مريض يا رب، اشفيني واشفي كل مريض يا رب، اللهم امين. ادعوا يا حبايب قلبي كتير. الدعاء بيغير القدر، سبحان الله. نصلي على النبي كتير وندعي كتير عليه أفضل الصلاة والسلام. هي بتبقى حاجات بسيطة بلمسات كده جميلة، بس ايه يعني، انت بيجي عليكي وقت ان انت تزهقي من اللي هو الوش الكفر بتاع التليفون ده اهو يا حبايبي. فايه قلنا نجدد حاجة كده ايه تغير مودنا شوية، فانت بأقل التكاليف بأقل حاجة اهو يا حبايبي، يعني بأقل التكاليف وهيديله شكل جميل وأنيق اهو يا حبايبي. وسهل الشيل، يعني لو انت عايزة تشيليه في اي وقت هتشيليه وتغيري وتعملي اي حاجة تانية. برضو لو احنا مثلا زهقنا منه كده هنغيره برضو ونعمله شكل تاني اهو يا حبايبي. يلا يا حبايب قلبي، اللي ما اشتركش في قناتي يلا اللايك الجميل، واللي اشترك في قناتي وكومنت جميل منكم حلو كده زي قلوبكم الجميلة. ربنا يرحم موتانا وموتى المسلمين يا رب، اللهم امين. ويشفي مرضانا وينجح ولادنا يا رب ويهديهم ويصلح احوالهم. واضح كده اهو، بس هنشيل بقى الشمع ده كده بقى بس اما نخلصه بقى. انا مقطعه كده اللي هي منه برضو، مقطعاه كده شايفينه اهو. هتعمليه ازاي؟ هنروح عاملين كده على القلوب بتاعتنا الموجوده هنا دي، مش شرط بس الكفر بتاع التليفون، اي حاجه عندك عايزه تغيريها غيريها، يعني بفصوص لولي، بالاسترس ده، اي حاجة يا حبيبتي، المهم ان انت ايه تعملي حاجة كده يبقى تغيير.
انا برضو بفكر احط هنا كده عشان برضو يديله شكل جميل، وهو تغيير بقى يا حبايبي. بس اهوت انا مش هعمل فيه اي حاجة تاني، انا اكتفيت بالفصوص اللي انا حطيتها هنا. تمام، قصيتها من هنا كده، بتقصيها وبيبقى فيه فتل كده بتقصيها برضو بالمقص علشان ايه يديك الشكل الجميل ده. قولوا لي بقى يا حبايب قلبي ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ حاجة هي بسيطة ادته لمسة جمالية جميلة جدا اهي يا حبايبي. وزي ما انا قلت لكم مش شرط بس يكون التليفون بس، اي حاجة عندك عايزة تزينيها، اي حاجة طوق عندك قديم، اي حاجة عايزة تجدديها، قومي وما تكسليش اعملي اي حاجة عندك بأقل التكاليف. والله يعني الشريط ده هيعمل لك حاجات كتير، ما تستقليش بيه. ده لو حتة صغيرة زي كده انا بعمل منها حاجات كتيرة جدا. يلا يا حبايب قلبي، اللايك الجميل والاشتراك في قناتي عشان يوصلكم مني كل جديد، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.